أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. كنت بتريق ساعات على مراتي لما بتقول لي أنا خايفة أنام في الشقة لوحدي، وكان ردي عليها خف دلع. أطنش كلامها في الفون وهي بتشتكي لي من أهلي، ما أقعدش معاها في البيت كتير حتى لو ماليش مزاج أخرج، ما أشكرش في حاجة بتعملها لا تشوف نفسها. قبل الجواز صاحب قال لي هتفضل تهادي وتدادي وتحن وتلين مع مراتك، هتطلع فوق راسك وتدلدل رجليها. طنشها وما تاخدلهاش رأي، قول حاضر وكبر. والأهم من ده كله إني ما أقولهاش أسرار. كنت بخبي عليها حاجات كتير وكانت بتعرف من بره صدفة. وزي ماما قالت لي مراتك لو كسرت لك كلمة تبقى معرفتش تحكمها أو ما بقتش راجل في نظرها. عشان كده ما بخليهاش تناقشني في أي موضوع. في مثل بيقول الراجل ما يعيبوش غير جيبه، وأنا بأكلها وبصرف عليها مش مخليها عاوزة حاجة. بجيب لها لبس باستمرار، مش عارف ليه دايما بتعاني مني مع اني موفر لها كل حاجتها المادية. ده حتى ابوها لما بشكله منها بيقول لي بنت بتتدلع، سيبك من كلامها، انت الراجل. لما نكون قاعدين مع العيلة ما ينفعش تتكلم لانها ما بتفهمش في حاجة ولا عارفة الدنيا ماشية ازاي. ده حتى في حديث بيقول ناقصات عقل ودين. وزي ما قالوا زمان اكسر للبنت ضلع يطلع لها 10. عشان كده كنت واقف لها على الغلطة، كل غلطة بتمنها. أمال هنجيب عيال إزاي ونربيهم ويطلعوا أسوياء نفسية؟ أنزلها تخدم أمي غصب وتخدم إخواتي الشباب اللي أصغر مني غصب برضه. أمال أنا جايبها ليه ودافع فيها دم قلبي؟ بنت الأصول تستحمل، والست الصح ترضي جوزها وتسمع كلامه. ساعات بحس إن ملهاش حق تتعب زينا أو تشتكي من التعب. دي زوجة. في مثل بيقول الست الشاطرة بتبان من نظافة بيتها ونفسها. عشان كده ضربتها مرة وهي تعبانة أو كانت بتتحجج بالتعب. إزاي أدخل ولاقي الدنيا مكركبة والهانم نايمة؟ لا لا. وبعد ده كله طلبت الطلاق، عايزة بيتها يتخرب والناس تمسك في سيرتنا. فده في حديث بيقول فيما معناه لو كنت أأمر أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. بس هنقول إيه؟ بنات الأصول بقى قليلين. طب والله صاحبي كان معاه حق، أنا ما كانش ينفع أهادي ودادي. الزواج يحتاج امرأة ناضجة ذات خلق ومسؤولية وعقل راجح متمرن على الصبر والتحمل، وليس لفتاة مراهقة طفولية همها الوحيد التباهي بالزواج و ويحتاج الزواج لرجل بأتم معنى الكلمة وليس لذكر، لرجل يعرف معنى الزواج ومعنى احترام الزوجة وتقديرها. رجل كفء ذو مسؤولية وعقل واسع وذو نظرة بعيدة للحياة وتطبيق وصايا رسول الله في الزواج. وليس لشاب لا يعرف للمسؤولية حقا ولا لدينه أهمية. وإنما الزواج ليس لمفاتن الأنثى أو لوسامة الرجل، إنما هو لإعمار بيت على مودة ورحمة وسكينة محاط بسياج من طاعة الله ورسوله. فأهم وسيلة وأعظم طريقة لتقوية العلاقة بين الزوجين هي طاعتهما لله وابتعادهما عن المعاصي في السر والعلن. طيب، تعرف الخصام بيعمل ايه في الست؟ الست ممكن تستحمل اي حاجة الا انك تخاصمها بالساعات والايام والشهور.
الخصام بيأثر عليها سلبيا، وعلى فكرة بتكون انت أول الخسرانين مش هي. أول حاجة إنك بتفقد مكانتك عندها تدريجيا، بتخسر مشاعر حقيقية كانت ليك جواها، وكمان بتخسر حبها ليك. اه والله حرفيا زي ما سمعت كده، بتخسر حبها ليك. حقيقي الخصام بيغير قلبها ناحيتك، لأن ده أمر الست صعب إنها تتحمله. الخصام بيأثر عليها وعلى ملامحها وعلى قلبها، وعلى حتى كمان صحتها العضوية والنفسية. بيغير مودها وبيخليها تقلق كتير وتخاف كتير وتفقد الثقة والأمان معاك. وكمان بتدخل في دوامة الأفكار، انت ازاي سايبها ومخاصمها، وازاي سايبها لأفكارها بتوديها وتجيبها. والموضوع ده بيكون غصب عنها وخارج إرادتها وخارج قوة طاقتها إنها تتحمله. الخصام بيأثر على نفسية الست لدرجة إنها ممكن تاخد قرار الابتعاد، لأن مبقاش في ذرة حب ليك. وكل ما الخصومة بتزيد مشاعرها بتموت وتنتهي. لو خصمت الست كتير والموضوع بيتكرر مرة واتنين، صدقني انت الخسران. حلها ان انت تتكلم معاها، تناقشها، تعاتبها، طمنها. وحط تحت طمنها دي مليون خط. اتخانقوا ماشي، اتخاصموا شوية، لكن لازم يبقى في باب مفتوح للعتاب والمحبة والود لربنا سبحانه وتعالى. قال عليه: وجعل بينكم مودة ورحمة. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش خصومة ولا فجر ولا بعد بالأيام والشهور والسنين، ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. ونصيحة للزوج أن يحسن إلى زوجته، فإن لها حقا عليه، وأن يستعمل الحكمة في التعامل مع زوجته، ويغض الطرف عن الهفوات، ويبادر إلى مصالحتها وإرضائها إن غضبت منه، ولا يفكر في الطلاق، فإنه أبغض الحلال إلى الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب، عايزة أقول حاجة مهمة أوي للزوجات، ويا ريت الأزواج يبعتوه لزوجته. نصيحة مني: عفي زوجك، لأن عفة الزوج مش معاشرة وبس. كل راجل احتياجاته مختلفة عن التاني. تعال أقول لكم إزاي. أساس الزواج إنك تعفي زوجك. وظيفتك من يوم ما اتجوزتي انت كزوجة مطلوب إنك تعفي زوجك، بحسابات زوجك، بحساباته هو، مش بحساباتك انت. لو زوجك بيتعفي بالمعاشرة، عفيه بالمعاشرة. لو زوجك بيتعفي بالمغازلة، عفيه بالمغازلة. لو زوجك بيتعفي بالأكل، نوعي له في أكله. لو زوجك بيتعفي بالنظافة، خلي بيتك على طول على سنجة 10. لو زوجك بيتعفي بالأولاد، عفيه بالأولاد. لو زوجك بيتعفي بإنه عاوز حد يتكلم معاه، اتكلمي معاه بعيد عن الواد والبيت والطبيخ. فضي نفسك ليه واتكلمي معاه، بدل ما يدور على اللي تتمنى تفضله. لو زوجك رومانسي، كوني رومانسية. عملي، خليك عملية. اجتماعي، خليك اجتماعية. هتقولي لي ودوره هو ايه؟ اقول لك ليه دوره ألف دور كمان. بس احنا في بلد بتفرم الرجالة، ما تكونيش مفرمة معاهم. دي نقطة. النقطة التانية: كل ست تقدر تخلي جوزها يجي زي الحمل الوديع ويشرب من ايدها. دايما تلاقي واحدة تشتكي من انها عاملة لزوجها كل حاجة ومش عاجبه. لا، هو مش عاجبه، هو حساباته غيرك
ومش هيتمر فيه لأنه مش عايز ده. الموضوع بسيط. هو أصلا مش عايز كل ده يكون على حساب. هو عايز يجي يلاقيكي صاحية تحكي معاه شوية، حتى لو قصرت في الباقي. هو عايز كده. غيره عايز يجي يلاقي العيال مصحصحين وقاعدين له. غيره عايز يرجع يلاقي شموع وورود. غيره عايز يرجع يلاقيكي على سنجة 10. المهم هو عاوز ايه، مش انت فاضية لإيه. وهتتسأل عن ده، عن عفة زوجك، لأنك انت مسؤولة عنها. واعرفي انك لما بتعفي زوجك بتعفي مجتمع بحاله. تاني بقولك، عفي زوجك بحساباته هو، لا حساباتك انت ولا حسابات اهلك. وما تروحيش تشتكي لصاحبتك، لأن صاحبتك بتعف زوجها بحسابات زوجها، واللي هي مختلفة عن حسابات زوجك، فمش هتفيدك بحاجة. انت كده عملتي اللي عليكي معاه وتمام، وعلامات ان ده تمام انك تلاقيه ما يبصش بره. هو عامل زي واحد شبعان قعديها على سفرة، مش هيبص لحد لأنه شبعان، حتى لو ما قالش إنه هو شبعان. وانت كأخت لما تسمعي مشكلة واحدة ما تقعديش تتريقي عليها وتسخنيها على جوزها. هو حر، لو مش هيطلب من زوجته هيطلب من مين؟ يا أختي العزيزة، حافظي على بيتك. والله الطلاق ده حاجة بشعة، 90% من اللي عملوه ندموا وإن لم يعترفوا بذلك. يا أختي، انت لو قعدت اتكلمتي مع زوجك وفهمتوا بعض، 80% من مشاكلكم هتتحل، لأن دي مش هتحصل من أصل. طيب هنتكلم عن سيكولوجيا الرجل. هل تعلمي أنه عندما كان يتصل بك كثيرا لأنه لا يريد أن يكلم غيرك؟ هل تعلمي أنه سيجد الأفضل لأنه تعلم من جرحه كيف يختار؟ هل تعلمي أن الرجل المظلوم سترجع المرأة له وقد فات الأوان؟ هل تعلمي أن الرجال تمتلك الحاسة السادسة أضعاف المرأة، ليشعر أنها تغيرت أو تخدعه أو على علاقة بغيره؟ هل تعلمي أن الرجل أشد صبرا وتحملا منك، وإنه إن تركك فهذا بعد 1000 محاولة منه للسماح؟ هل تعلمي أنه عندما يتأذى في أغلب الأوقات يفضل الصمت؟ هل تعلمي أنه عندما كان ينفعل ويعاتبك هذا يعني من كثرة عشقه لك؟ هل تعلمي أنك عندما كنت تؤلميه وتجرحيه ويسكت كان يأمل أنك ستتغيري وليس إغفال منه؟ هل تعلمي أنه لا ينسى أخطائك مهما كلف الأمر، ولكنه يتناسى ويتسامح معك لأنه لا يريد يخسرك ويكون حزن كل الوقت في قلبه؟ هل تعلمي أن الرجال أكثر إخلاصا ووفاء وسماح لحبهم الأول، ولا ينساها أبدا، يضل بقلبه ويتذكره من حين لآخر ويحن إليه؟ من خسرت حب رجل مخلص خسرت حياتها كلها. عندما تتزوج المرأة تفقد حقها في أن تكون مستقلة وعنيدة. عندما يتزوج الرجل يفقد حقه في أن يكون طائشا وغير مسؤول. إذا تزوجت المرأة وهي تحاول أن تحتفظ باستقلالية أو عناد في شخصيتها، فمصيرها المحتوم هو الزواج الفاشل. وإذا تزوج الرجل وهو لا يزال يتصرف بغير نضج وقلة مسؤولية، فمصيره المحتوم هو الزواج الفاشل. فالمطلوب من الزوجة هو الطاعة والسكن، والمطلوب من الزوج هو الأمان وتحمل المسؤولية. إذا كنت لا تستطيعين القيام بدور الزوجة لا تتزوجي،
إذا كنت لا تستطيع القيام بدور الزوج لا تتزوج. فالزواج ليس سدا للفراغ ولا النهاية الطبيعية لقصة الحب كما في الأفلام. الزواج هو أمر ديني هدفه إقامة علاقة طويلة الأمد حلال. هو ميثاق غليظ وله شروط يمليها الدين وفيها التزامات من الطرفين. إذا كنت تريد التقيد بذلك الميثاق الديني فاعرف أنه عقد ملزم سيفرض عليك التزاما ما دمت فيه، بغض النظر عن التزام الطرف الآخر. اعرف ما هو الدور المطلوب منك قبل إمضاء هذا العقد، وإذا كنت غير قادر على الالتزام بدورك في العقد الديني حسب شروط والتزامات العقد التي حددها لك دينك فلا تمضي على هذا العقد أبدا، لأنه من محددات دخولك الجنة أو الجحيم في الدنيا والآخرة. لما الست بتصبر على راجل مقرف الناس بتقول رخيصة ما عندهاش كرامة، ولما بتتطلق منه بيقولوا ليه ما تحملتش عشان عيالها، ولما بتاخد عيالها عند أهلها بعد الطلاق بيقولوا هي جاية تقوم على أهلها بعيالها كمان، ولما بتأجر شقة بيهم عشان ترتاح من الذل بيقولوا دايرة على حل شعرها، ولما بتحبسهم في الشقة عشان تروح تشتغل وتصرف عليهم بيقولوا يا قلبها سايبة أطفال لوحدهم، ولما بتتمرمط بيهم بيقولوا هي مشنوقة بيهم ليه، ما ترميهم لأبوهم أو لبيهم. ولما بتروح المحكمة تاخد نفقة وترتاح من الشغل وتقعد تفضل عيالها بيقولوا عليها ناشز وبهدلت الراجل في المحاكم وعاملاها سبوب. ولما بتزهق وتيأس وتستسلم وتسيبهم لأبوهم بيقولوا المفترية اللي ما عندهاش قلب اللي رمت عيالها. ولما بتقعد كده لا محصلة متجوزة ولا بتربي عيالها بيقولوا أصلها مش لها في الجواز ولا لها في فتح البيت. ولما ربنا بيقدر لها إنها تتجوز بيقولوا الولية اللي ماشية ورا نزوتها. ولما ربنا بيعوضها فعلا براجل محترم وترجع نفسها بس تشوف عيالها بيقولوا مش اتجوزتي عاوزة من عيالك ايه؟ كفاكم ظلما، كفاكم ظلم لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، كفاكم تجريح. فذلك المرأة ربما تكون في يوم من الأيام أختك أو بنتك. يلي نويت الجواز ابعد عن الكشرة، اختار بنية دهب ولا تاخد القشرة، هتصون معاك الود ولا تنكر المعروف. طبع الأصيلة معروف مش خاينة للعشرة. يلي نويت الجواز دور على الحرة، دور على اللي تعيش على الحلوة والمرة، وابعد عن اللي تقول ولا عمره ما اداني، هتعيشك داني وهتفضحك بره. يلي نويت الجواز اسأل على الزينة، اسأل على اللي تكون فهمانة ورزينة، وابعد عن الشكاية اللي بتحكي أسرارك، هتقل مقدارك والعقل ما تزينه. يلي نويت الجواز فاصفر بذات الدين وشيلها فوق الراس وعلى الكرامة تهين، واللي أمه بتدعيله ولا يوم بشيل الطين. وعجبي مع خالص أمنياتي لكم كل توفيق وسعادة. إلى اللقاء.